من حراق غادي في فلوكا، المؤسس شركه تبارك الله اللي 11 دوله ولا 12 دوله في اوروبا. الا درتي واحد الغلط شتي برودوي ما خدامش راه ما نسيت بها عليك سي نورمال. ماشي تقول لي الاي كوميرس ما فيهش ربح، انت اللي درتي الديفو ما خدمتيش بالطريقه الصحيحه. ما خفتيش قوارب الموت تموت في هذيك الفلوكا؟ نهائيا صراحه ما تخلعتيش؟ ما خفتش. اغلبيه تصورك ياخذ بنادم التجاره الالكترونيه، ياك ماذا نصاب ياك ما لقاها واجده والديه وتكذب. في نفس الوقت فهمت الدومين، عرفت ان الكاش اون ديليفري خدام في الاوروب. هنا غادي تجي الفكره، هنا بانت لي الضربه ديال الصح. دونك هذا كان هو المنتوج الوينين برودكت اللي بدل لك اول وين حياتك في اوروبا. من ناحيه المنافسه شي امازون خاصك ديرو صاحبك ماشي منافس ديالك، وصافي من تما غتفكر دير سيرفيس ديالك. ولكن الكاش اون ديليفري حاليا السيرفيس عندنا راه خدام في اكثر من 12 دوله. كيبان لك خويا محمد باللي كون كنتي في المغرب دير هذا النجاح تبارك الله اللي مازال نشوفوك في نجاح اكبر منه؟ تقول الدوله ما عطاتنيش العائله ولا حاجه هكا، ركز في راسك، تعلم سكيلز جداد، بدا خدام، والله اكيد راه غادي يوفقك. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا البودكاست مرتقي تولكس. في هذا البودكاست بالضبط بغيتكم تفرجوا فيه كامل لان جبت لكم ضيف فريد من نوعه، من قوارب الموت، يعني مشى حارق لاوروبا الى ناجح في مجال التجاره الالكترونيه. وما وقفش هنا عزيزي المشاهد، بل اسس الشركه الخاصه به اللي غتعرفوا عليها معنا في هذا البودكاست، اللي كتحقق الملايين وكتساعد بزاف ديال الشباب مغاربه ومغاربه في اوروبا باش يحققوا الربح من التجاره الالكترونيه في اوروبا. فالضيف ديالنا هو سي محمد. مرحبا بك خويا محمد. شكرا خويا مصطفى، شكرا بك، شكرا على الدعوه ديالك. مده طويله وحنا مفولوين بعضياتنا في انستغرام وكنتعارفوا، يلا جابت الوقت باش يلا جابت الوقت باش نتشافوا، وشرف ليا نتشاف معك خويا مصطفى. مرحبا مرحبا، الشرف لينا، مرحبا على الراس والعين. الله يحفظك. اكيد المشاهدين يبغيو يعرفوا فين كان محمد، مين بدا، واش حيت اغلبيه تصورك ياخذ بنادم التجاره الالكترونيه ياك ما هذا نصاب ياك ما لقاها واجده والديه وتكذب. عاود لينا عرفنا على راسك من الاول. الاسم ديالي محمد، محمد الكاملي، تعرفوني الناس بالسي موروكس، مواليد 2002، 23 سنه، تولدت بمدينه الداخله الصحراء المغربيه. كبرت تما، دوزت طفوله عاديه كاي مواطن مغربي، الحمد لله في عائله عاديه جدا، ما عندناش ما خصناش، عايشين مع الوقت الحمد لله. الوالد الاصل ديال الوالدين ديالي من قلعه سراغنه، الوالد هاجر مشى للداخله، راك عارف الرزق بنادم تيتباع الخبز، معقول يتباع فوالا. هاجرنا تما، انا تولدت مدينه الداخله وكبرت فيها. عشت الطفوله كما قلت لك عاديه، المدرسه، الدار، حتى العمر ديال 17 سنه في الاخر فين غادي نمشي نحرق، ولا 18 سنه يلاه كنت وقفتها. قبل ما نوصل للحريق خويا محمد، اسمح لي قاطعتك. بغينا نعرفوا الاسره ديالك، واش كانت شي يعني واش المستوى العائلي ديالكم كان في؟ شوف، الاسره ديالي اسره كاي يعني اسره متوسطه الحال الحمد لله. الوالد تيخدم في البحر، الوالده ديالي ربة بيت، يعني بحال كاع الشباب المغاربه، بحال كاع الشباب الحمد لله. عايش ما عندناش وما خصناش، يعني عايشين عيشه نورمال. قريت في مدارس يعني عموميه ديال الدوله، بحال خوتي، يعني عيشه عاديه جدا كاي يعني اسره مغربيه متوسطه يعني. وبالنسبه للدراسه قلتي توقفتي على الدراسه؟ الحمد لله انا قريت، قلت لك الحمد لله انا قريت يعني حتى السانكيام، حتى السيزيام، يعني السيزيام هو العام اللي توقفت فيه على القرايه. الحمد لله كنت تنقرا عادي، تنقرا مزيان عمري، يعني زعما سقطت ولا شي حاجه. في السيزيام هو العام اللي بديت فيه التهاون، لحقاش في السيزيام وقعوا بزاف د الحوايج. اول حاجه كنت في ذاك العام هو فين تعرفت على الاونلاين، يعني قبل كاع ما نحرق ولا شي حاجه كنت ديجا بديت في الاونلاين. فوالا في ذاك السيزيام تعرفت على الاونلاين، بدا تيشوف لي، تيبان لي بلي القرايه ما منهاش، زعما ما غاديش توصلني داك الشيء اللي انا كنشوف. زائد داك العقل ديال الصغر، يعني ولا تيبان لي ما خصنيش نكمل القرايه، وخا ما تنصحش هذا الشيء، يعني ما تنصحش الشباب بهذا الشيء، من الاحسن بنادم يقرا. القرايه حاجه اللي زوينه بزاف. في السيزيام هو العام اللي خرجت فيه من المدرسه وحرقت فيه، يعني قريت حتى السيزيام ما عنديش الباك. فوالا يعني ما عندكش الباك؟ لا بلا باك. فوالا يعني ماشي ضروري انسان ينجح خاصو ضروري ياخذ الباك باش ينجح، ماشي شرط. شو الباك ماشي معيار، ان الباك نتاع اوكي بنادم يقرا، ولكن الباك ماشي معيار النجاح ولا معيار ديال انه واحد واعي ولا مثقف ولا قارئ. الباك غير واحد الشهاده نورمال اللي كيشد الانسان. ما عرفتش انا في المغرب دايرين لها واحد القيمه كبيره بزاف، وهادشي اللي علاش انا قلت لك ما شادش الباك، وبين المشاهدين باش يعرفوا ان الباك ماشي واحد الحاجه ضروريه اللي خاصك تكون عندك باش تقدر تنجح في حياتك. اوكي، الحياه حاجه والقرايه ولا الباك حاجه. فوالا يعني الرزق ديالك راه ماشي ضروري تاخذه بالقرايه. ممكن اللي يقرا مزيان الله يسخر ليه، القرايه اصلا كتكون وكذا مزيان، تقدر تكون، ولكن ماشي ضروري في المدرسه. تقدر تكون بوحدك، تقرا كتوبه ديال بودكاست. دابا المحتوى تبارك الله موجود، تقدر تثقف راسك. غير هو الرزق راه بيد الله، هذيك ولا واحد ورزقه في المكتب، انت رزقك جا في التجاره الالكترونيه. فوالا دابا اللي تشوف كاين مثلا شي لي دومين اللي تحتاج ضروري انك تكون قاري باش توصل لهم. مثلا واحد الحلم ديالو طبيب،
او لا مهندس او لا، راه شوف ضروري خاصو يقرا باش نكونوا واضحين. متفق. ولكن في العالم ديال البيزنس الا كنتي بتكون مقاول راه ماشي ضروري انك تقرا، خاصك تقرا الحياه وتقرا الدروس اللي يعني تدوز من التجارب هما اهم حاجه في البيزنس. يعني كواحد بغى يخدم بيزنس ديالو ما غاديش يحتاج ضروري زعما فوالا. يكون قاري غير واحد المستوى ديال يكون واعي ويقدر يقرا، ماشي ضروري في المدرسه، يقدر يقرا يقدر يكمل اونلاين، القرايه يقدر يوعى يقرا على بوحدو. الدومين اللي باغي يخدم يعني. فوالا. وبالنسبه فاش ساليتي القرايه ما خدمتي شي خدمه في المغرب، درتي شي حاجه؟ شوف قبل انا داك في العام ديال السيزيام نهضروا عليه لحقاش داك العام دازوا فيه اه بزاف ديال الاحداث. اه انا بعدا من الصغر ديالي كنت نخدم ديما، الصيف تلقاني خدام، خدمت بزاف ديال الخدامي. اول داخله غتكون اكيد في البحر يعني ديما بحار. لا خدمت في البحر في التمياح ديال الفليك، انك تحيد الماء من الفليك. اه خدمت بعت الكرموس الهنديه أو الكرموس ديال النصارى. اه بعت فيه، بعت الكبال. المهم خدمت بزاف ديال الخدامي، راك عارف كدراري صغار في الصيف تمشي تخدم فوالا. اولا في العطل. في العام ديال السيزيام بالضبط هو فين تعرفت فيها على الاونلاين. يعني كنت درت واحد لاشين ديال اليوتيوب ديك الساعه بان الادسنس ولات عليه الهضره بزاف. انا كنت داير شين في يوتيوب، راه يقدر يكون شي وحدين تيعرفوها، الاسم ديالها روكس دي شانكس. هاد لاشين هادي راه فيها دابا 35,000 متابع في عام واحد، قدرت نوصل للهضره تبارك هذا الله الحمد لله. تبارك الله. كنت نهضر فيها على المانجا ديال وان بيس، وتما فين بديت تعرفت على الربح اونلاين. يعني كنت نربح منها من هاد لاشين من الادسنس. يعني اول ربح ديالك اسمح لي ما كانش من التجاره الالكترونيه، كان من ادسنس. فوالا كان من من الادسنس، من الادسنس. والله شي راه لحد الان باقي اكتيف، ما بقيتش نلوح فيها يعني من شي 6 سنين ولا ما عرفتش 5 سنين هذه. كان اول ربح ديالي كان من هذيك لاشين يوتيوب ديال ادسنس. تما فين تعرفت على الاونلاين. يعني كنت فاش ربحت منها اول مره عرفت انه الاونلاين راه فيه الربح. ربحت من الشورت لينكس، ما عرفتش تعرفهم ولا لا. اختصار ديال الروابط كان ديك الساعه معروفه. صافي هذيك العام بديت نشوفها كان يتربح من لاشين يوتيوب. من هذا بديت ندخل واحد شويه، بدات يبان لي ان المدرسه ما منهاش. تما عاد كان عرفتي كاين شي حاجه اخرى من غير ديال الوظيفه. الناس اللي كيهضروا على الاونلاين. تما فين صافي قال لي الشيطان ما عندك ما دير بالقرايه. واخا هنايا حبستي، دخلتي شويه من اليوتيوب، دخلتي شويه من الشورت لينكس، اختصار روابط. من كيفاش نقفزه من هنا لا غتفكر انك تحرق تمشي لبرا؟ على شنو الفكره؟ ماشي تحرق، الفكره انك تمشي برا. علاش كيفاش جاتك الفكره؟ نقول لك هذه غنجيك صريح فيها. تخيل معايا انا، الناس اللي تعرفوني انا شخصيا عمري فكرت انني نحرق ولا فكرت في الحريق ولا في لورو نهائيا. ما كانت عندي هذه الفكره وما كنتش مسوق لها نهائيا. الفكره كامله جات في سيمانه وطبقات في سيمانه. يعني على غفله. على غفله دابا كان عاودنا القصه نبغيو نعرفوا التفاصيل. كان نعاود القصه دابا. شوف كان ديك الساعه يلاه جا الكوفيد، هادشي في سنه 2020 يلاه دخل الكوفيد المغرب. يعني في الاخر ديال 2020 كان شهر 8، المهم ما بقاش لي دات بالضبط. ديك الساعه يلاه دخل الكوفيد، كان الحجر الصحي. فتما وقعت واحد الطفره في الداخله، لحقاش انا ولد مدينه الداخله وساكن فيها. ولاو الناس اش لقاو ان اسبانيا كانت ساده بسبب الحجر الصحي، ما تطردش بنادم ريفولي للمغرب. فاش ولد بنادم تيدير تيحرق من الداخله، كيمشي لسبليون لاس بالماس واحد الجزيره قريبه من الداخله، كيمشي لها تما. في اسبانيا المغرب ساد عليها المطارات، ما تدخلش بنادم. بنادم تيبقى تما. يعني كانت الطفره هذه فاستغلوها الداخله. تغرى بحال قلتي، تغرى بحال تغرى. ها انت فهمتي، راه الناس يكونوا عارفين هذه. 2020 هادشي قبل كوفيد. في 2020 يلا غيدخل كوفيد. لا دخل كوفيد، كان الحجر الصحي. في الحجر الصحي بالضبط. الحجر الصحي بالضبط. بزاف الدراري حرقوا في ديك الوقيته. انا شفت الدراري صحابي حرقوا عندي بزاف، شي 3 دراري صحابو كاملهم مشاو ووصلوا. فاش تشوف الدراري وصلوا حتى بدات تدور لي ديك الفكره، خصوصا انني ذاك العام خرجت من المدرسه ومرونه عندي القضيه، والوالد تيقول لي ما كملتيش القرايه، ما عندك ما دير، خصك تكمل القرايه ولا دير عليا. وراك عارف الوالدين ما تيحملوكش انك ما غيتقبلوش. كيفاش تقبلوا هذيك الفكره بعدا حبستي المدرسه؟ ما تقبلوهاش نهائيا. علاش؟ هادشي راه العام اللي خرجت فيه هو اللي حرقت فيه. بعدا كاين صافي مشيت فلتي بعدا ما تبقاش حداهم تبقى تسمع الهضره علاش حبستي. هادشي علاش حرقت انا بالضبط. بنادم تيمشي يحرق بزاف. انا فكرت انه ما بقاش عندي، ما بقيتش باغي نقرا. فقال لي راسي اوكي سير جرب هذه التجربه هذه، كلشي تيمشي داير انت مغامر غادي عقل الصغر وتنقول مغامره مزيانه. ما خفتيش في قوارب الموت تموت في هذيك الفلوكه نهائيا صراحه؟ ما تخلاتيش؟ ما خفتش. حقيقه انا كان عزيز عليا اول حاجه البحر. ياك الوالد ديالي خدام في البحر، كنت نشوف ديما الوالد ديالي كيبات 3 ايام سيمانه في البحر. يعني ما كانش عندي داك الخوف من البحر يعني بحار والبحر كانت تبان لي البحر حاجه اللي هي عاديه. ولكن فاش جينا الارض الواقع راه خفت فاش مشيت، فهمتي. في الاول ما كنتش خايف كتجربه، ولكن تا مشيت يعني بدينا انطلقنا الرحله ديالنا. من بعد عاد تيبدا الخوف، يعني وسط السفينه. عاودنا بالضبط شنو طرا وسط البحر، نبغيو نعرفوا الاجواء كيفاش دازت تما. شحال كانوا في الفلوكه تقريبا؟ الفلوكه اللي مشيت فيها انا كانوا فيها شي 21 واحد. مشيتي بالفلوس طبعا الحمد لله. بعد الفلوكه اللي مشيت فيها انا راه كانت مقارنه بباقي القوارب اللي مشاو كانت مخففه شويه. كاين شي فليك اللي مشاو فيهم 30. مشيتوا بالفلوس؟
بالفلوس. كنتي جمعتي شويه من ادسنس وقيله باش خلصتي انت فهمتي من ادسنس راه هادشي علاش انا ما يمكنش ليا فهمتي شكون بيعطيك باش تمشي. اه فانا الحمد لله كنت ديجا مجمع الفلوس من آه. الادسنس ماشي فلوس عاديه كنت جامع فلوس مزيان لحقاش انا في هاد لاشين هادي راه عندي لي فيديوز اللي ضاربين 300 كا 200 كا دونك وفي كاين وفي شويه الخليج يعني السي بي ام طالع السي بي ام ديال الخليج فوالا. انا كنت ندخل الفلوس كنت ديجا شاري بي سي تليفون سيت اب ديالو هادشي باقي صغير عندي 17 عام تبارك كنت ندور الله. ديجا كنت جامع زعما كان حصيصه وانا شنو اللي خلاني نفكر هو انني عندي الفلوس باش غادي نمشي يعني عارف كيفاش غادي ندير يعني ما غاتحنسبش تما. مدينه الداخله يعني عارف شنو غادي ندير كيفاش نمشي مشيت توكلت على صافي الله. صدمتي. وشنو وصل شي عاودنا شي طرائف طرا وسط الفلوكه وانتم غاديين في الليل مشيتوا في الليل ولا واحد العذاب في الليل 3 ايام 3 ايام وانت في البحر 3 ايام 3 ايام وانت في البحر صراحه طراو بزاف د الحوايج الرعب عشناه شفنا الموت داكشي اي واحد غيكون جرب هذه الرحله هذه لحقاش رحله ماشي عاديه ماشي ديال طنجه ولا هذه رحله من الداخل لاس بالماس رحله طويله فيها 3 ايام يعني تشوف فيها بزاف ديال الحوايج تخربق بين البحر. انا بعدا كنشدني القرض هو واحد تنقولوا حنايا فاش الدوخ في الفلوكه يعني فاش تيشدك الدوخه واحد الدوخه كثيره بزاف لدرجه ما تبقاش عاقل على راسك كنسميوها القرض حنا انا شدني يعني ما بقيتش قادر ناكل ما بقيت ندير والو يعني وليت باغي نرجع صعيبه وما يمكنش ترجع ما يمكنش لا رجوع تما شديتي الطريق ما يمكنش يرجع عشنا بزاف الحوايج سكت بينا كنا غاديين بجوج ماطر في ديك الفلوكه سكت بينا موطور بقينا غاديين بموطور واحد يعني راه غادي الامل ديالك كامل وحاطو على موطور واحد راه الرعب هذاك بحد ذاته رعب. ولكن شوف الحمد لله كل شيء الله تيسر وفاش يكون اللهم كتبش لك الموت في ديك الوقيته المهم وصلتوا. انا كانت عندي ديما ديك الفكره ان الله كان كتب لك الموت ماشي ضروري زعما تكون حارق او تكون جالس غتموت تكون جالس ما تفيقش. فوالا انا لحد الان عندي هنا كنتي دخلتي ديك الساعه لايطاليا دخلتي لاسبانيا لاس بالماس من تما غتمشي لايطاليا. علاش ما استقريتيش في اسبانيا ومشيتي لايطاليا؟ اول حاجه علاش ما استقريتش في اسبانيا لحقاش ما تنعرف حتى شي واحد وايطاليا عندي فيها العائله عندي فيها واحد عمي اللي كنت مشيت عنده راك عارف لما كانش عندك العائله في ديك البلاصه اللي تمشي ليها غتعذب غتكرفس اكثر هي في الاول فين تسكن وفين الوالد قال لي سير للطاليان انا اسبانيا ما تنعرف فيها واصلا اوروبا انا بصفه عامه ما كانش عندي عليها معلومات كثيره لحقاش انا ما كنتش من الناس اللي باغيين يحرقوا يعني خاوي راسك انت انا صايم ما فاهم والو انا فهمتي يلاه مشيت تما عندي تنعرف صافي مشيتي ورا اغلبيه كيمشيو كيتصونيو العائله كتفاو لهم التليفون انت هاد عمك راه صدق راجل لا صراحه تعامل معايا الحمد لله مشيت عنده انا ما عنديش ديك الفكره ديال ان العائله فاش تمشي مثلا حارق ولا خاصهم يوقفوا معاك شوف غير وقف معاك غير واحد لمده معينه مثلا واحد الشهر ولا شنو هو راه هذيك بحد ذاتها خاصك تشكروا عليها غير ما تبقاش تالف غير يوريك فين تدخل غير يوريك فين تدخل هذيك بحد ذاتها مساعده ماشي هو مجبر على انه يعاونك لمده طويله ولا داك الشيء فاش كاين بزاف الناس تيلعبوا دور الضحيه ديال انه مشيت عند العائله مشيت عند هذا فوالا انا مشيت عند عمك وقف معك شهر وقال لك خاصك تمشي راه دار معك زوين اوروبا عاوتاني حياه اخرى ومسؤوليات صراحه هذا عمي وقف معايا مشيت عنده في الاول الطاليان يعني مشيت من سبليون كنت في لاس بالماس دوزنا فيها الحجر الصحي من وراها مشينا دخلنا لمدريد ومن مدريد شديت الكار ودرت حرقه اخرى خاصه هذيك كانت حرقه اخرى من اسبانيا من اسبانيا كانت حرقه اخرى عاوتاني حتى هي حرقنا مع الرومانيين وداك الشيء المهم حرقنا دزنا للطاليان دازوا فيها شي مخاطر شي حاجه لا كان داز سالمه بعدا صافي كيف واجهتي اللغه خصك تعلم ايطاليه شنو غتخدم شنو غدير في ايطاليا في البدايه وبلا اوراق يعني بلا اوراق صراحه تكون الحياه صعيبه بلا اوراق والخدمه صعيب تلقاها خصوصا ما عندكش اللغه ما عندك والو ولكن الحمد لله كما قلت لك انا مشيت اول حاجه مشيت عند عمي في دوزت عنده واحد الشهر هذه غير مريح من بعد خدمت اوكي من بعد خدمت معاه هو نيت لحقاش هو كان عنده واحد شركه تيبيع الطوموبيلات المستعملين فهمتي الطوموبيلات المستعملين تيعاود فيهم تبيع بزاف الطوموبيلات سواء انا كنت خدمت عنده كنوصل ليه دوك الطوموبيلات كنبريباريهم ليه باش يتباعوا يعني تنوصل الطوموبيلات في نفس الوقت كان عنده واحد السكنه تما في المحل انا وليت ساكن تما كنت نقابل ليه يعني بحال تنعس ليه الطوموبيلات في نفس الوقت تنغسلهم تنبريباريهم هذه الخدمه اللي خدمت اول خدمه خدمت تما كنت في الاوروب فوالا مزيان. وما عمرك فكرتي في ديك اللقطه اللي كتوصل طوموبيلات وكذا وكتقول كنت هاني في المغرب علاش التماره وكذا فكرتي ترجع ندمتي كذا لا شوف تيجوك هاد الافكار ضروري صراحه خصوصا انا ما كنتش مجبر انا كنت شي نيوتي تدخل ليا مزيان فوالا كنتي مرتاح في المغرب في الاونلاين وكنت باقي صغير ماشي شي واحد راه تنقول لك يلاه عندي 18 عام ديك ما كاين لا مسؤوليه لا والو ما كاين لا مسؤوليه والوالد اصلا قال لي علاش مشيتي فهمتي يعني ولكن انت تقول شوف كتب الله راه صبرتي غادي يجي ان شاء الله الفرج وتجارب جديده يعني راه حاجه اللي غتكون فيها خير وصراحه في الاول صافي فاش وصلت اصلا تما بداو الوالدين ديالي والعائله كيشجعوني انني نكمل صافي مشيتي ما جاتش عاوتاني ضرب ديك الثمره وتمراجع فوالا دونك صافي بقيتي تقديم مع عمك في ديك الخدمه ديال الطوموبيلات وكذا من بعد كيفاش غتبدا التجاره الالكترونيه كيفاش فكرتي تبدا وانت تعلمتي كنتي كتعلم اللغه في ديك الوقيته اللي كنتي كتعاون عمك كتعلم شويه كتلاقى مع الايطاليين كنعاون عمي وفي نفس الوقت تنتعلم اللغه
وزوينه هذه القضيه حيت فيها احتكاك، ديك الخدمه تحتك مع الايطاليين مع فيها الكوار. احتكاك صراحه. واخا صراحه كنت خدام ديك الخدمه ما كانش فيها شي خلصه اللي كبيره، لحقاش هو غير تعاون معايا دخلني في ذاك البوست اللي كانت خلصه اللي قليله بزاف يعني رمزيه، ولكن على الاقل الحمد لله كنت نتعلم فيها، تعلمتي فيها اللغه. الكومونيكاسيون بزاف ديال الحوايج. فوالا. من وراها صراحه خدمت بزاف د الخدامين اخرين، يعني ما بقيتش خدام مده زعما كاين بزاف مع عمي. من بعد خرجت مشيت خدمت في البني مع واحد واحد الشركه ديال الطاليانيه في البني موراتوري. خدمت عاوتاني مع واحد الشركه تينقيو لي جاردات جارديني بحال هكا ياك، خدمت معاهم تنقيو هذا. خدمت بزاف د الخدامين اخرين خدامي بريكوليت عاديين. مع فوالا مزيان. هاد الخدامي كلهم لازم يصوفي راسو يقضي ديباني. لقاش حتى تولي تما راه خاصك تعيش راسك تاكل تخلص. خصوصا انا خرجت من بعد كريت يعني ما بقيتش ما تبقاش مع عمك. مشيت كريت بوستليتو تنقولوا حنا في الطاليان واحد ما عرفتش انا في المغرب تيقولوا واحد الليطو تتكريه في وسط بيت، تكون معك تكون دار مثلا فيها 3 البيوت، سرير بحال كاريش سرير بحال كاري سرير وسط بيت ومعك ناس اخرين. فوالا. كنت خرجت كريت كما نقولوا سرير ولا ليطو بوستليتو في وسط تلقى معك شي هندي شي معايا باكستاني. مخلطه الدنيا. كانوا فيها ديك الدار 3 ديال البيوت، كل بيت فيه 3 ديال الناس. انا البيت اللي كنت فيه بعدا كانوا فيه غير انا وواحد اخر، كنا فيه جوج ديال مزيانه. من تما صافي النقله اللي غتدخلك للتجاره الالكترونيه تما وتجيك الفكره وكذا. كيفاش ما بقيتيش في دوك مرتاح في داك البنيه وداك الشيء ودزتيها تنقل للتجاره الالكترونيه؟ كانت في هذيك الوقيته صراحه حبست الخدمه ديال البني وكنت غير تنبريكولي كما قلت لك. تعيطوا لي مثلا واحد الجرده خاصها تنقى واحد هذا، ما كانش زعما عندنا شي خدمه قاره. وكانت جاتني صراحه الله فشي بغير يرسل لك الفرصه تيرسلها لك الحمد لله. تيجيوك اشاره وخصك تلتقط الاشارات انت تكون ذكي. فوالا. شوف الفرصه كيفاش جات، كيفاش تعرفت بعدا لهذا الدومين هذا. انا اصلا كنت ديجا متبع الناس ديال الويب هذه ابار. حاجه اخرى هو انني في ديك الوقيته فاش كنت مريح في ديك الدار، مول ديك الدار يعني اللي كاري لينا حنا لي بوستليت وكل شيء مغربي، وانا كنت عزيز عليه. كنت نريح تنجمع انا وياه، تيعرض عليا مسكين القهوه كل شيء. واحد النهار كنا مريحين وبدا يعاود لي على واحد السيد صاحبه مغربي حتى هو اش يدير. داك السيد كيبيع البرودويات في السوق في الاسواق. واحد الاسواق تيجيو غير الويكاند مثلا في لوروب ولا في الطاليان، تيجيو سوق اسبوعي. سوق اسبوعي كيمشي كيبيع فيه هو واحد البرودويات. هذوك المنتجات من تيجيبهم هو من عند واحد الشركه سميتها اوزو، ما عرفتش الناس يعرفوها ولا لا. هي شركه ديال الاي كوميرس كانت رائده في هذيك الوقيته هكاك. كانت هذيك الشركه تيرجعوا ليها الروتور، وهذاك الروتور ديال ديك الشركه كيمشي كيشريو من هذا السيد هذا بكاميو رخاص وكيبيعهم في يعني بشكل في الاسواق. يعني ديك السلعه اللي كترجع روتور كيعاودي كتكون كيبيعوها هما اصلا طايحه في الثمن. طايحه تيبيعوا لي مثلا كاميو اولا فارغوني كامله بواحد الثمن قليل رمزي. هو كيبيع داك الشيء تيكون فيها واحد الضريبه. هو كان كيدير في الراشه ولا تيدير في الراشه في الاسواق، عنده بلايصه ديالو في السوق تيحط يديه. انت طحتي عليه. انا عاود لي داك السيد عليه قال لي انا كنت ديك الساعه بناخذ بوستليتو ياك بنبدل هذاك اللي عندي. هو تيبيعهم هذوك لي ديفانو لي بوستليتو اللعيبات كاملين كانوا تيجيو تيرجعوا عنده تما كينيه كيعاودهم به. فبدات يعاود لي تيقول لي هذا السيد عنده هذا، بقينا جاب دير الهضره تجبد الهضره تيعاود لي تقول لي تبارك الله راه مشى بعيد كيبيع غير في السواق تيجيب هذه تيدير. ريحت هكا وسولت قلت له واش تيبيع اونلاين تيلوح البرودويات ديالو في ماركت بليس يعني فيسبوك ماركت بليس. لحقاش انا فيسبوك ماركت بليس تعرفت عليه عند عمي فلوس دينا خدامين الطوموبيل. انا كنت نلوح الطوموبيلات فاش نصوروا في ماركت بليس وكنجيب الكليان لعند عمي. فوالا بحال قلتي افيتو كاين عندهم تما سوبيتو وعندهم ماركت بليس ديال فيسبوك. ماركت بليس كيعتمدوا عليه بزاف في ايطاليا. كيعتمدوا عليه بزاف. فوالا انا سولته ديك الساعه قلت له واش تيلوح في ماركت بليس؟ قال لي لا. قلت له علاش ما يلوحهمش في ماركت بليس؟ قال لي راه ما تيعرفش هو هذا الشيء وتا هو براسو ما عرفش. قال لي شنو هو هذا الشيء فهمتي. فسولته قلت له علاش ما نمشيوش عنده وانا عارف كيفاش غادي نجيب ليه كليان بزاف باش يشريو هذا الشيء. والسيد كان منفتح الفكره صراحه وتقبلها عزيز عليا ديما تنتلاقى معاه لحد الان. مشيت انا وياه قال لي نمشيو نشوفوا نسولوا. مشيت انا وياه عنده ريحنا. قلت له علاش ما تديرش هاد البرودويات علاش ما تبيعوش زعما في ماركت بليس؟ قال لي انا ما كنعرفش هذا الشيء. قال لي كنت بغيت نجرب ولكن ما فهمتش. قال لي انا السوق صافي. قلت لي شوف قلت لي انا دابا راه مريح ما خدام ما والو كنت ناير شي بريكول يجيني ولا شي حاجه. اش بان لك انا نصور هاد البرودوي ديالك نديرو في ماركت بليس ولا جاني شي كليان نجيبو لك؟ هو قال لي اوكي ما عنديش مشكل. قال لي ادخل صور دير اللي بغيتي. انا دخلت صورت كاع دوك البرودويات اللي عنده اللي كانوا عند ديك الوقيته شديتهم مشيت للدار ريحت لهم الدار تلوح الفيسبوك ديالي في ماركت بليس الاولى الثانيه الثالثه كاع البرودويات لحتهم. تيتفرج عليا التليفون بالميساجات لحقاش هو كان عنده يكون عنده غير حبه من البرودوي ما تيكونش عنده بزاف. هذا هو كان الحاجه الخايبه في هذه الخدمه. المشكل ديال هذه الخدمه ولكن كانت زوينه بزاف لانه تيجيو عندي بزاف ديال الناس كنفلتريهم ضروري تيشط منهم واحد جوج ولا ثلاثه انتريس ديال بصح يجيو يشريو. صافي بداو تيجيوني لي ميساج كنهضر معاهم. زكيت مع بنادم هذا اللي زكينا مع السبت اللي زكيت مع الحد اللي جمع في العشيه الاوقات كنصوني عليه كنقول ليه راه جاي عندي كليان مع هذا الوقيته. كنجي كيديني كيجي عندنا الكليان كيتقدم لعنده هو شاف القضيه مزيانه مخرجاه. يعني انا مثلا تيكون جاي شي برودوي 50 اورو
انا اش ندير تنبيعو مثلا ديفانو دير لي 50 اورو، كندير لي انا 60 اورو ولا 70 اورو، كنزيد واحد 30 اورو 20 اورو ديالي، كيجي الكليان كيشري من عنده كياخذ 50 كيعطيني 30. صافي تما كاين قلت لك فين بانت بان ماركت بليس خدام مزيان. ما نسيتش داك السيد اللي وراني الفكره اللي هو مول الدار اللي معايا، قلت لي شوف غنخدم انا وياك، شوف الريزولت تبهر كاع من ديك كيفاش دابا شحال كانوا عطينا الريزولت الاعداد، شحال كنتو مثلا تبيعوا مبيعات في النهار في تخيل الماركت معايا في ديك السيمانه وراه تيتسنى السوق باش يجي. انا راه فكيت ليه نقدر نقول لك شي 12 بياسه فيها لي ديفانو فيها الماريوات اللي تيتركبوا فيها بزاف ديال لي بياس، فكيتها لي في ديك السيمانه بالضبط. اللي جا عنده الخميس في العشيه شي 5 الناس شراو عنده نهار السبت اللي تيكون عندهم خاوي، يعني كان واحد الريزولت اللي مزيانين بزاف. هنا غنتقل لواحد الحاجه اللي اخرى اللي هي بحال قلت لك كاشون ديليفري بواحد الطريقه اخرى. شنو درت معاه ملي شفت القضيه خدامه؟ قلت ريحت الله. قلت لي شوف، قلت لي غتحسب غتبقى تعطيني برودويات نصورهم، غتعطيني الاثمنه، وانايا راه غادي نبيع راسي وغادي ندير الكليان غندير لهم السلعه راسي. لحقاش لاحظت ان شي ناس مثلا تيكون بعيد واحد شويه تيعجز انه يجي. فانا هنا جاتني الفكره انني انا نهز البرودوي نديه ليه للدار بحال كاشون ديليفري، بحال قلت لي الدفع عند الاستلام بهذا الشكل هذا. فصافي مشيت صورت البرودويات اللي عنده، عاود ثاني لونسيت في ماركت بليس، ولاو تيجيوني لي ميساج تندير واحد الرانديفو مع داك الشخص صافي اللي بغى يشري، تنقول لي شوف انا غنجي عندك في الوقيته تكون ليبر، لحقاش انا كندير ماركت بليس غير في لازون اللي كاين فيها انا، يعني راك عارف ماركت حيت ما تبقاش تليفري بلاصه بعيده 40 كيلومتر 30 كيلومتر في ديك لازون اللي فيها انا. صافي بديت خدام. انت في هذه اللقطه اسمح لي باقي ما عارفش راه كاين شركه توصيل تقدر تليفري في ايطاليا كلها؟ لا انا عارف هذا الشيء، عارف، ولكن مازال ما عنديش، مازال ما وصلتش ليه باش نخدم به. ما كاينش ستوك وما كاينش مازال ما كاين ستوك، زائد البرودويات اللي نخدم عليهم منهم غير حبه، مثلا حبه من هذا الماريو وحبه من هذا ما يمكنش تسكيلي. انت فهمتي، يعني تتبيع حبه من كل بياسه، لحقاش داكشي تيرجع غير روتور. فصافي تما كاين اش وليت كندير. تفاهمت مع داك الدري اللي هذاك السيد اللي كاري لنا الدار، قلت لي انت عندك الطوموبيل عندك بيرمي عندك كل شيء، غتولي في العشيه تجي تهزني ندوز السلعه نوصلوها للناس. هو كاع مرحب لي بالفكره، قلت له نقسم انا وياك. قال لي مزيانه، تا هو ما حامل كاع ديك الخدمه ديالو طالب عليها تا هو طالب عليها. صافي تما كاين هي فين بدات الفكره، وليت كنجي كيجيوني الناس نفيكسي معاهم الاوقات، كيجي السيد في العشيه كنهزوا السلعه كنطيروا بها كندوزوا لهذا ديالو هذا ديالو هذا ديالو. شي خطرات تنحتاج سلعه كبيره تنمشيو نجيبوا فارغون من عند حد السيد اخر كنشدوها من عنده تندوروا معاه حتى هو، كنمشيو بدينا خدامين نهار على نهار تبارك الله داك الشيء غادي مزيان. لدرجه داك السيد اللي كان لنا الدار اللي قلت لك بديت انا وياه، ولا الخدمه ديالو تيغيبها، كيقول لهم راني مريض ما كيمشيش وكيريح معايا، وليت كيربح اكثر من الخدمه ديالو كيربحها معايا ولا كيربحها معاكم. مشات الامور الحمد لله مزيان. صافي تحسنت الامور بواحد الشكل اللي كبير، يعني تنبيعوا يوميا، ولا لدرجه كاع وصلنا مع داك اللي تيجي بالسلعه انه قبل ما يديها السوق كيعيط ليا كنصورها كيقول لي شوف اللي بغيتيها حطها ما ديرش السوق. وليت انا كنشد ستيل ديال شي خليه لي تيخليه لي تهزلت حاجه مزيانه. وليت واحد اللي تنشري من عنده كونتيتي كبيره فهمتي. صافي ولينا خدامين هكا نياك، تيجيب هو الكاميو كنبيعوه كيجيب كاميو. هنا تجمع شويه الكابيتال، شويه راس المال الكابيتال، وفي نفس الوقت فهمت الدومين، عرفت ان الكاشون ديليفري خدام في الوروب. هنا غادا تجي الفكره، هنا بانت لي الضربه ديال الصح. فكرتي شويه دورتيها في راسك، الناس كيشريو في ايطاليا مامنين بالاونلاين هما اكثر بالاونلاين، زائد تيجي عندي واحد على شي بياسه كنبيع على الاخر تيبقاو عندي واحد 10 تيتسناو فيا في لي ميساج وانا ما عنديش بزاف. فوالا بالك الطلب، دونك خاصك شي حل كيفاش تولي بروفيسيونيل تخدم. الحمد لله جمعنا حصيصه اللي مزيانه، واحد المبلغ اللي طوب ديال الطوب في ديك الوقيته. خدمنا واحد تقريبا نقول واحد شهرين وانا خدام غير مع داك السيد، وبقيت خدام معاه واخا زعما كان بديت من بعد. صافي بدات بانت لي الاوبورتونيتي تما كاين هي. فكرت مشيت انا ديجا تنعرف بزاف ديال الناس ديال اللي تيهضروا على الكاشون ديليفري منهم سيمو لايف، قاعد انسبيريت شويه من انسبيريت، فهمت كيفاش يخدم الدومين بصفه عامه. تعلمت تفرجت في لي كور، يعني عرفت الدومين كيفاش تيخدم. تما فين طاحت عليا الفكره انني بلاص ما نبقاو نشد من عنده لي بروداكت، نجيب برودويات ديالي من تشاينا وندير ستور ونخدم بروفيسيون. دابا اللعب غير يكبر شويه. اللعب غادي يبدا يكبر. اللعب غير يكبر شويه. كيفاش بديتي في الاول هذا الاي كوميرس احترافي، باش تبدا دير شركه توصيل وتبدا تجيب السلعه من الشينوا دير سورسين؟ اوكي دابا بديتي بوحدك ولا بدا معك شي واحد؟ لا بديت بوحدي في الاول. بديت بوحدي في الاول، يعني المشكل اللي كان عندي هو انني ما كانش عندي ديك الوقيته الاوراق، سو دخلت معايا عمي بالشركه ديالو، لحقاش ما عنديش انا الاوراق، يلاه تنقاد فيهم. هو عنده الاوراق، سو قلت لي دير معايا شركه هذا ندير انا وياك ونخدموا بها. هو يعني رحب بالفكره وبديت انا وياه كانين. صافي بديت نجيب السلعه من شينوا. بديت في اول مره خسر ضروري، كعرف الخسائر ضروري البدايه ضروري تخسر. كاين اللي باغي ما كنتش عارف ما معولش على الخساره. ولكن ما كيسوقوا شي وحدين لهذا الشيء ديال التجاره الالكترونيه
ولا الربح من الانترنت اون جينيرال اللي هو العمل في الانترنت تيروجوا لي بانك تدخل وتبدا تربح وكذا باش يبيعوا لك دورات ولا تيبيعوا لك الوهم. شوف التجاره الالكترونيه كاي تجاره اخرى، راك كتبيع وكتشري، فيها ربح فيها خساره، فيها خاصك تعرف كيفاش تخدم البرودكتس اللي تجيب يكونوا وينرز او لا منتجات مربحه. يعني واحد الخبره. لا درتي واحد الغلط، شتي برودوي ما خدامش، راه ما تيتباع لك، سي نورمال. ماشي تقول لي الاي كوميرس ما فيهش ربح، انت اللي درتي الديفو ما خدمتيش بالطريقه الصحيحه، ما تعلمتيش قبل ما تجيب داك ستوك. وهذا الغلط اللي درته انا في الاول باش خسرت. وانني بان لي واحد البرودوي، درت برودكت ريسيرش ديالي، مازال ما عنديش اكسبيريونس، يلاه بادي في داك يعني انني امبورتي السلعه. واحد البرودوي بان لي في البلان، قلت هذا غيخدم، ما تيستيتو ما والو، لا درت تيست والتيست ما بينش ليا بزاف، ولكن انا بحال قلت ربيت عليه الكبده. هو هذه الفكره كتخرج على بزاف، تخرج على بزاف. البرودوي كيعجبك كيسحب لك، غيعجب الناس، صحابك غيعجب، ماشي ضروري غيعجب الناس الا عجبك بصح. انت فهمتي. انا داك البرودوي بان لي، قلت هذا كيوت، هذا ديال المشاس اللعيبه غادي يشريوه، صافي قلت غادي نجيبو، قلت راه محال شي واحد ديرو كاع هنا. وجبتي ستوك كونتيتي كبيره، ستوك نيت، جبت ستوك ماشي كونتيتي كبير، جبت شي 1000 اورو، قالوا 1100 اورو ديال السلعه. ديال السلعه. والمشكل اللي درت هو انني عاوتاني ما ضربتش حسبه اخرى للديوانه، ما درتش واحد دي دي بي شيبينغ اللي غنشرحها لك من بعد، ما درتهاش. يعني كان خاصني نخلص الديوانه في الطاليان من بعد ما يبغي يدخل البرودوي. تنتسنى في البرودوي محمس، وجدت ستور، تعلمت تنتسنى فيه، وصل صافي راه وصل ماكينه الدولار، ماكينه طحن الدولار، فرحان، قلت الطوموبيل جايه، الدار جايه، كلشي جاي. تنتصدم، تيصونيو عليا الشركه ديال اشيل اللي كانت جايبه لي الستوك من الشينوا، كنت جايبو في الطياره. شوف واحد يلاه بادي جايب برودوي في الطياره. داخل صحيح، داخل صحيح. جايين البرودوي تيصونيو عليا ديال اشيل. السلام عليكم. السلام. الشركه ديال الطاطات هي هذه، عندنا واحد ستوك باغي يدخل دابا، ولكن راه خاص تخلص فيه 800 اورو ولا 800 وشي حاجه ديال الله اكبر، ما معول. شو هادشي من خرجت لي 800 اورو. قلت لي ويلي، قلت انا كيفاش بداو تيشرحوا لي تما، كاين ما فاهمش انا بزاف الطاليانيه بزاف، يلاه معلم يلاه في البدايه توخ عليا تما. صافي شديتها كانيه، عطيته لعمي، عمي هضر معاه، شرح لي، قال لي كاين وكاين، قال لي باللي راه البرودوي اللي خليتي مثلا مده طويله عندهم تما في الدياشات كيحسبوا عليك، كيبداو يحسبوا عليك. بديت تنفكر، قال لي شنو بغيتي دير، انا فرحان، قلت ماشي مشكل، غنزيد 800 ولكن غنبيع داك كلشي غيتعوض، غادي يتعوض كلشي. قلت له والله يعاون، غنخلص لكم 800 اورو، فيرسينا ليهم، خلصنا الديوانه، وصل البرودوي، وهنا بدات الفضيحه. طلعت الادز، كيجيوني الاوردرز قلال، الكوست طالع. الكوست شحال تقريبا كان؟ طالع، قلت لك الكوست 15 اورو، المبيع 12 اورو، الكونفيرماسيون طايحه، ديال برودوي محروق ديال بصح ميت محروق. اللي ما عارفينش هي انه ديجا خدموا عليه ناس قبل، مستهلك مساتوري، خدموا عليه ناس قبل عليه ناس قبل. صافي بديت تنبيع وتعصبت وتنحاول نتقاتل باش نخرج داك الستوك. وفي المشكله فاش تكون خاسر في الكاشون ديليفري، راه ماشي الا بديتي تتبيع بزاف غادي ترد، راه فين ما تزيد تبيع تزيد تخسر، لو تخسر الثمن ديال الستوك ولا تبيع داك الستوك وتخسر الدوبل. ما كنتش عارف هادشي، تنبيع وترجع ليا الروتور ما نزكيش الحساب، البدايات راك عارف صافي كتولي تخرب. ولكن ضروري دوز من هادشي، ضروري. وكاين اللي تعلمت انا تعلمت، ريحت الارض فوالا. وكاين اللي كيدوز من هادشي كاين اللي كيحبسوا. هذه هي الرساله اللي بغينا نوصلوا، ان بعدا ما خصوش يحبس، ضروري هذا نوع من بارت اوف ذا جيم، دايزه في اللعبه حتى هي، انك تخسر وتقولب وكذا. فوالا، هو انك تتعلم من نفسك، انك غير ما تكونش عاوتاني واحد مكلخ اللي غيتوقع في المشكل وتعاودو. خاصك تما في نقطه انا في المشكل ريحت الارض. الديوانه مشيت قلبت عليها، تفرجت في لي كورس بالطاليانيه، فهمت الديوانه كيفاش تخدم، تعرفت على الميثود ديال دي بي شيبينغ دور تو دور، عاوتاني كيفاش دير مع الفورنيسور، هو يخلص الديوانه، والشركه ديال الشيبينغ تكلف لك بكل شيء. تعرفت على بزاف ديال الحوايج، فهمت البروسيس كيفاش خدام. تعلمت اكثر الادز كنت نخلص فيه الفات، عرفت كيفاش نحيد الفات. المهم فهمت بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال القوالب. والعوده كانت بقوه. تيستينا برودوي الثاني. دابا غندوزو نيشان خويا محمد الوينين برودكت. عطيني الوينين برودكت شنو كان بالضبط، ما نبخلوش على المشاهدين شنو كان. انا نقول لك دابا الوينين برودكت عطيني وشحال وصل المبيعات في النهار الوينين برودكت، شحال من ليد كانت كتخرج. تخيل معايا الوينين برودكت هذا ما غاديش تطيقوا انت بالوينين برودكت. انا ما عرفتش نقدر نبينو هنايا ولا لا. واش عندك؟ لا زعما كاين اللي كنت تبين التصويره ديالو ماشي مشكل شنو قلنا شنو هو بعدا. هذا الوينر برودكت كان واحد، عرفتي ديك الوقيته كانت وقيته ديال الشتاء، كان جاي الوقيته ديال الشتاء في الطاليان والثلج وكذا. هذا البرودوي هذا هو انه كيلبسوه الناس في رجليهم بحال قلت واحد الكوبريس كاربي ولا غلاف ديال الاحذيه، بحال الميكا. هو ميكا ولكن ميكا غليظه ياك، وكتلبسها فوق السبرديله باش تمشي في الغيث ما كتوسخش لك السبرديله، وكتجي مستيليه واقيلا. لا كتجي مستيليه، ولكن مثلا الناس اللي يقراو في المدرسه يمشيو على رجليهم لشي بلاصه، الناس اللي عندهم مثلا جرده فيها الغيث ما تيبغيش يوسخ السبرديله ديالو، كيلبس داك الكوبريس كاربي وكيمشي بها. فوالا انا تيستيتها
البرودوي تيجيب لي الكوست قلت لك باورو نص الكوست واعر. كنتي باقي ما شريتي الستوك لا ولا باقي تيستيتي لا بعدا تيستيت. خطا يعني ما عاودتيش تعلمت خطا الغلط تعلمت من الغلط. اه صافي تيستيت تيبان لي الكوست واعر والبرودوي رخيص في تشاينا بلاستيك هكذاك كتجيب كرتونه فيها ما عرفت شحال من حبه رخيص. ثم دخلت على الستوك جبت منه ستوك درتو طياره جبت منه ستوك وصلني طلقت الادز وتندير الابسيل تنبيع قلت لك تنصوني على الكليان تصوني عليه البنت اللي خدمتها معايا تدير الكونفيرماسيون هذا البارت هذا راه الناس ديال الاي كوميرس يكونوا عارفين اللي كتكونفيرم ضروري كونفيرماسيون اكيد طلبيات كيشري لعائلته كامله كيشري من عندي 5 كيشري من عندي 3 برودكت واعر برودكت مفرق واعر صراحه وما مساتوريش في السوق بديت تنبيع برودوي مقيوم عليا بشي $3 ولا 3 اورو كنلبقوا البنادم انا ب 29 39 اورو ولا دار ابسيل نقدر يدي معايا 100 اورو ديال السلعه يعني ياخذ الخمسه ولا هذا سواء كان برودوي اللي مزيان. شحال تقريبا لك تعاقل شحال المبيع كان كيجيب في النهار تقريبا؟ صراحه ديك الساعه ما كنتش انا عندي السكيل ديال انني نسكيلي ما كنتش حسابه كنت ما كنتش نعرف نسكيلي اصلا ما تعرفش نجيب بزاف كنت نجيب مثلا 21 30 ما تنقدرش نفوتها هادشي يلاه بهذه كما في البدايه مزيانه كبدايه 20 خيره غير هو هذيك 20 30 اللي كنجيب راه كنخرج منها الماكس ديال البروفيت. ستوك فكيتو تقريبا في سيمانه اوردينيت الستوك الاخر من وراه اوردينيت جوج واحد جبتو في الباطو وواحد جبتو عاوتاني في الطياره الثاني جبت فيه شي 600 حبه في الطياره باش توصلني دغيا واوردينيت عاوتاني 600 جبتها في الباطو باش توصلني من وراه. ولكن باش نوضحوا دابا انت فاش قلتي لي غير 30 راه مخليه واحد 300 اورو ديال البروفيت اكثر من 300 دير لها انت غير 300 ديال البروفيت 300 ديال البروفيت راه انجينيور قرا في فرنسا 7 سنين وتخرج ويلا غيشد 300 اورو في النهار وما يشدهاش. انا شفت الباور ديال الاي كوميرس تما راه كتفهم انك بدايه كتشد اكثر من انجينيور فرنسا اكثر من انجينيور فرنسا اكثر من بزاف الناس اللي خدامين تما كاينين لدرجه راه عمي راه تصدم فهمتي تشوف داك الشيء الخيال العلمي ديال عمك راه يولي باغي يتعلم هذه التجاره باغي يتعلم شاد الاي كوميرس شاد الشيء عندكم فوالا صافي بديت تنبيع قلت لك في الستوك من ورا ستوك تنبيع زدت بنت اخرى في الكونفيرماسيون تعلمت بزاف لي تريكس درت لي ستور اخر قد جوج ديال لي ستور تنسكيلي بهم صافي غادي واحد الغلط عاوتاني درتو ما ضربتش حسبه كان الشتا سالات جايب انا ستوك ولكن ماشي مشكل يعني هو برودكت موسمي كيتباع في الموسم ديال الشتا فوالا هذا هو انا يتقولب صافي حيد مشات الشتا بدا الناس صافي مشى داك البرودكت مابقاش خدام ولكن ماشي مشكل داك يعني كشي اللي وحل فيا بقى عندي تما كاع بحال ذكرى ولا ديكور يعني ما عنديش كاع فيه مشكل ما كنتش خاسر فيه واحد الفلوس اللي كثيره بزاف. دونك هذا كان هو المنتوج الوينين برودكت اللي بدل لك حياتك في اوروبا. شحال تقريبا البيريود باش نرجعوا للوقت الشهر السادس ديالك في الطاليان شهر العام لا العام الاول العام الثاني ديالي هذا العام ديال العام الثاني هذا عاد كتيسر مزيان عاد بديت خدام اي كوميرس باش تعرف الحقيقه بديت في 2020 دوزت في الاخر 2020 2021 كان بديت في 2022 عاد بدا بروفيسيونيل الوسط ديال 2022 نقول شهر 6 هكاك شهر 8 نقول هي اللي بيجي فيها الشتاء بحال كان هي كيف بديت شهر 9 10 وحد الان باقي ما كاين لا اوراق لا والو باقي ولكن الحمد لله في هذه الفتره هذه كنت ديجا دافع الاوراق كنت نتسنى غير فيهم فهمت يعني ماشي صافي قربت انني ندير الاوراق في الاخر ديال ذاك العام يعني في البدايه ديالو درت الاوراق هنا بحال نقولوا بدات كتضحك لك الدنيا شويه الوريقات هما جايين والله بدات يعطيك كتبان لك الضوء فوالا. شنو كان الاحساس ديالك ديك الساعه انت المبيعات كيجيو من الاي كوميرس الوريقات هما غيوجدوا كدوي مع مولين الدار الوالد ديالك ما رجعناش الوالد والوالده شنو كيقولوا في هذا الشيء ديك الساعه؟ الوالدين فرحانين راك عارف الوالدين باغيين يشوفوك ناجح الوالدين ديالي فرحانين كانوا فرحانين بزاف تيتسناو فيا غير نمشي عندهم نشوفهم وحتى انا كذلك كنت ديك الساعه باقي ما مشيتش توحشتهم بزاف هي فين غنكمل هذا البرودوي هذا غادي نشد الاوراق غادي نمشي ديريكت للمغرب باش نشوف والديا صافي نكمل الفرحه لحقاش ديما تبقى الفرحه ناقصه. وقيلا هو الفيديو اللي مشى فيرال اللي ضرب شي الفيوز بزاف اللي كنتي لحتي في انستغرام فاش جيتي عند الوالده هذيك اول لا داك موراها الجهه الثانيه ولا الثالثه شتا فرحانه بزاف مسكينه الله يخليها لك صافي من تما غتولي بروفيسيونيل خدام تجاره الكترونيه تما غادي نجي للمغرب كما قلت لك غادي نريح نشوف الوالدين كندوز في المغرب شي شهرين هكاك ولا اكثر ترتاح تفورماطا شويه جمع الطاقه ورجعنا بقوه الحمد لله. صافي من تما مع داك النجاح حاولتي تبدا تبارطاجي النجاح ديالك مع الناس في انستغرام تما فين غتبدا الكونتنت في انستغرام من جاتك الفكره؟ الكونتنت ما بديتوش حتى خدمت بزاف انا خدمت واحد العام اي كوميرس كاشون ديليفري خدمت واحد العام عاد بديت نلوح من مور ما درتش الوراق من ورا ما درت الوراق يعني صافي سكيليتي مزيان خدمت عاد لقاش ما كانش عندي ديك الفكره ديال كنت خدام على راسي ولكن الكونتنت باش تبدا عندك واحد الباك جراوند عندك واحد الخلفيه بديتي في 2019 2020 فوالا انا اصلا لونسيت الفيديو الاول لونسيت واحد الفيديو تنبين فيه لي ستوك تنبين برودويات خارجين الفيديو ما عرفتش مسحته ولا باقي مسحته هذاك شفتو فاش طلع الفيديو هذاك الفيديو هو اللي مشى ليا فايرال الناس تيسولوا واش كاشون ديال الاي كوميرس في الاوروب صافي ديك الساعه فهمت ان بنادم باغي يعرف تما فين بديت الكونتنت كريت فوالا
تما بديتي صافي كتبوستي مع الناس التجارب ديالك كتوريهم لا تما بديت نعطي نصائح تنهضر على الكاشون ديالي في الاوروب، تلوح فيديوهات ديال الموتيفاسيون فيهم المهم داك الشيء ديال الموتيفاسيون هذا. مزيان ما كنتش نلوح بزاف، انا واحد الشخص اللي ما تيعجبنيش نصور بزاف قدام الكاميرا، كتبغيش تبان في ما عنديش الكاميرا داك الكونتاكت فهمتي، تنستريسا قدام الكاميرا، سو ما كنتش نلوح بزاف مره. بعدا ما ستريسيش معنا. لا دابا بحال بجمع مرحبا بك، خذ راحتك اخي ما تستريسي ما والو، بحال جالس في قهوه. دابا راه نسيت الكاميرا، انا فكرتيني صافي نسى كنت ناسيها. وصافي من تما غتفكر دير سيرفيس ديالك. فوالا فاش بديت خدام علاش فكرت ندير اولا سيرفيس ديال روك سي او دي اللي غنهضروا عليه. انني من بعد ما بديت نلوح الكونتنت تيجيو عندي الناس شنو اللي ما مخليهمش يبداو في هذا الدومين هذا، هو دوك لي سيرفيس لوجيستيك فهمتي. سيرفيس لوجيستيك لوجيستيك شنو المقصود بهم بالضبط؟ شنو هما؟ انه بنادم ما عرفش كيفاش يخدم مع شركه شيبينغ ياك، ما عرفش كيفاش يخدم يخلي البرودويات يباكاجيهم يصيفط الكليان، هذاك البروسيس لوجيستيك يجيب البرودويات من تشاينا يسورسيهم من تشاينا يجيبهم من تشاينا لوروب، هذاك البروسيس الناس خالعه ما عارفه. كاين اللي خالعوه وكاين اللي كيعكز تيقول هذا الشيء غياخذوا فلوس بزاف ولا فهنا جات الفكره ديال انني نعاون الناس بهذا السيرفيس هذا. من غتكون واحد الستارت اب اللي زوينه اللي غنبنيها انا، ومن غتعاون الناس الاخرين باش يقدروا نسهلوا عليهم داك لي سيرفيس اللي خالعينهم، لاننا نسورسيو لهم البروداكت نجيبوهم من تشاينا نحطوهم في لي وير هاوس ديالنا، نديروا لهم فولفيلمنت في حال جاهم شي اوردر، نصونيو على الكليان بعدا كال سنتر، نكونفيرمو مع الكلاينت ديالهم ونشيبيو لهم البرودوي حتى عند الكليان وناخذ من عندهم الكاش. هو غادي يحتاج غير انه يدير ستور، يلقى البرودوي يدير ستور ويبدا يبيع، يعني ما غاديش يبقى مصدع راسو بهذاك الشيء اللي خارج، كنت يخدم غير اونلاين صافي. يعني دوك المشاكل اللي كنتي بديتي في الاول لقيتيهم كاملين حاولتي تصلحهم في الروكس فوالا في روك سي او دي من خلال التجربه ديالي في الدومين، انني انا بصح خدمت دوك لي سيرفيس راسي، تنشيبي راسي، كندير الباكاجين راسي، عندي كار سنتر ديالي راسي، انا هادشي هذا درتو باش نديرو الناس الاخرين باش هما نسهل عليهم. لانك كنتي وقفاتك هذه القضيه فاش بغيتي تسكيلي، فاش كنتي كتجيب 30 مبيعه، هذا هو المشكل اللي وقفك. كون لقيتي شي سيرفيس بحال هذا الروكس سي او دي كنتي هادشي بخير. انت فهمت، كون لقيت شي سيرفيس غنتهنى انا بعدا من هذاك البارت، غنولي خدام غير انني نلقى البرودوي نجيبو نبيع، يعني غادي سيرفيس يسهل عليا. والمشكله ديال لي سيرفيس في اوروب ما كاينينش ديك الوقيته نهائيا، ما تلقاش شي سيرفيس تيدور في اوروب ولا كتلقى شي جوده ناقصه، ولا جوده ناقصه، ولا ما تعطيكش كاع لي سيرفيس، يقدر يدير لك سيرفيس واحد ولا جوج وما يديرش لك كل شيء. يعني يجيب لك برودكت من الشينوا ولكن ما يليفريش لك، ما يليفريش ولا يليفري لك، ولكن ما يديرش لك كاشون ديليفري، ولا تلقى ما يديرش لك الكونفيرماسيون الكول سنتر، ما يديرش لك الكول سنتر، ولا شي حلقه مفقوده. انت حاولتي لعبتي على هذه، جمعتي الحلقات كلهم في الروكس، جمعت كل شيء كاع لي سيرفيس اللي غيحتاجهم اي واحد باش انه يلونسي البيزنس اي كوميرس ديالو في اوروب، بلا ما انه يكون حتى الناس اللي ما كاينين في المغرب مثلا ولا ما كاينش في اوروب ولا اي بلاصه في العالم يلونسي الاي كوميرس ديالو في اوروب بلا ما يكون، يعني داكشي اللي غيحتاج باش انه يكون هو حنا تنديروه ليه. انت قلتي لي الاوروب، واش غير ايطاليا ولا الاوروب كامله؟ لا انا شوف، انا في الاول خدمت كاشون ديالي خدمت في الطاليان، من بعد خدمت واحد الفتره في اسبانيا مع واحد الدري صاحبي، ولكن الكاشون ديليفري حاليا السيرفيس عندنا راه خدام في اكثر من 12 دوله. تبارك الله. ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، رومانيا، واوروبا الشرقيه كامله، كاع الدول ديال اوروبا الشرقيه خدام فيهم الكاشون ديليفري. تبارك الله. يعني من حراق غادي في فلوكا، المؤسس شركه تبارك الله ل 11 دوله ولا 12 دوله في اوروبا الحمد لله، ومازال ان شاء الله جاي، ومازال العطاء يعطي ان شاء الله، مازال ان شاء الله جاي بالتوفيق ان شاء الله، مازال نشوفوا في اوروبا كامله ان شاء الله. واليو كي حتى هي تدخل السوق، اليو كي الحمد لله. حنا دابا ما ركزناش غير على الكاشون ديليفري، بدينا ندخلوا حتى الدول بحال فرنسا، المانيا اللي فيهم خدام فيهم البريبايد، لانه تخدم اي كوميرس تقدر تخدم بريبايد، يعني البريبايد هو بنادم يخلص بلا كارت بلا كارت بونكير بباي بال بكلارنا. انا هنا كتولي هنا خويا محمد كتولي تدوي على منافسه مع شركات كبار بحال امازون، شركات يعني عملاقه وشاده السوق العالمي. شوف من هذه ناحيه المنافسه، شي امازون خاصك ديرو صاحبك ماشي منافس ديالك. بحالاش؟ وضح لنا هذه القضيه. امازون خاصك تشوف البرودويات اللي الكواليتي ديالهم، الناس كيفاش يخدموا عليهم في امازون وتخدمهم انت، يكون لان امازون راه ماشي ينافسك، راه امازون خدام مع الناس اللي تيجيو يقلبوا، يعني تيديروا جوجل تيدخل جوجل يديروا واحد الريسيرش على البرودوي، ماشي هو كيوصل لهم البرودوي كما غدير انت في الادز. غتلقى ستور وغتمشي عندك الاودينس اللي بغيتي تسيب ليه وتوريه البرودوي في الادز ويدخل عندك، فهمت؟ يعني امازون ما عندوش كاع دور في المنافسه، ولا تنشوفوا انه مساعد اكثر من هو منافس. فوالا، ونقطه مهمه هذه، لان اللي غيدخل كيشري من امازون اغلبيه تيدخل من السيو، تيعتمد على السيو، تيدخل من جوجل شيبينغ، وتيكون هو باغي يشري. اما انت كتقدر تكون افكر شي مره وما قلبش، انت كيطلع ليه الات ديالك وكيولي شاري من عندك. فوالا، لحقاش انت كواحد غيخدم الاي كوميرس كتطلع لواحد عنده بروبليم الحل ديالو في البرودكت ديالك، كتعرضوا ليه، كتوري كيفاش تيخدم، تيدخل يشري من عندك. اما في امازون كيمشي لواحد بغى يشري مثلا واحد البرودوي مشهور،
كيدخل يقلب عليه في امازون كيتقدر، وما غاديش ينافسك بهذه الطريقه، لانك انت اصلا الناس اللي تيجيو عندك ما تيجيوش يقلبوا عليك، انت اللي تتقلب عليهم. الصراحه ومنطقيه يعني شتي من هذه الزاويه هذه منطقيه. شتي دابا كاين اللي غيشوف هذاك انه منافس وغيفشل. لا انا عاوتاني الدور ديال العقليه كاين الناس اللي يشوفوها هكا، ولكن انا صراحه بتاتا عمري شفت منافس. مزيان. هذه هي العقليه ديال المستثمر، كيشوف ديما الجانب شوف المربح. كون كنا نديروا هكا منافسه، كنا هضرنا على مثلا اللي سوبر ماركت ولا هذا تينافسوا الحوانات، ولا راه هادشي ما كاينش فيه منافسه. فوالا كل تيقول كما تيقول المثل المغربي الحوانت مستافه والارزاق مختلفه، والرزاق مختلفه. كلشي غياكل، كلشي غادي ياكل. المارشي كبير تبارك الله، المارشي كبير. ما حاولتيش دراري شي دراري مغاربه ولا شي دراري في ايطاليا مغاربه عايشين في ايطاليا انك تعلمهم شويه من هاد المهارات اللي تعلمتي انت في هذه المده ديال 3 سنين في ايطاليا ديال التجاره الالكترونيه؟ بالنسبه لهذه النقطه هذه انا علمت بزاف ديال الدراري. ديجا فتحت روكس اي كوميرس، عرفتها ولا لا؟ فتحت بحال ماستر كلاس فيها مدرسه نقدروا نقولوا سكول اللي كتعلم الناس كيفاش يخدموا هذا الدومين هذا في لورو يعني. وديجا الحمد لله فاش لونسيتها دخلوا معنا ناس، ودابا تيديروا ارقام. كاين معايا دراري تعلموا في روكس اي كوم وعلمتهم انا، وتيديروا ارقام اكثر من اللي كنت ندير انا فاش كنت بادئ. تبارك الله. يعني كاين شحال من واحد تتوريه معلومه وهو تيدير اكثر منك. تيدير اكثر. كاينين دراري تبارك الله اللي دخلوا تعلموا لي باز وخدموا دابا مسكينين وغادي مزيان. في روكس ايكم الحمد لله باقي لحد الان كنكونوا الدراري كيدخلوا كيخدموا معنا، كيسكيلي وكيتعلموا، ومن بعد كيدوزوا للسيرفيس كيخدموا، ولا كاين اللي تيخدم راسو ولا على حسب، يعني تنعلموا كاع لي ميثود. فوالا دابا راه مزيانه. في نفس الوقت راه ديجا درت كورس اللي فابور كاين في يوتيوب في لاشين ديال سيموروكس. عندي كونتنت في انستغرام فين تنبارطاجي بزاف المعلومات مع الشباب. فوالا تحاول تقدم الافاده اللي دابا اللي كيبان لك انت اللي غيستافدوا منك اكثر، واش اللي مغاربه اللي عايشين في ايطاليا ولا المغاربه اللي في المغرب ولا بجوجهم. بجوج. انا تنشوف انهم بجوج. اللي في الاوروب انه يتفتح لي عيني على فرصه اخرى مفتوحه ليه، ابار انه يبقى يمشي يخدم عند شركات ويتسنى انه يدير شي حاجه وما يدير والو، لانك خدمت عند شركه غتبقى غير يلاه كتخلص الطاكس الضرائب كتخلص الكرا واحد 500 اورو ولا 600 ما كاينش طوال. انا حاولت نفتح لهم عقلهم انه خاصو يدير البيزنس ديالو، سواء التجاره ديالو كاشون ديليفري، ولا يقدر نفتح لي عيني ويمشي يدير حاجه اخرى. سواء الناس اللي في المغرب اللي باغيين اللي ديجا خدامين اي كوميرس مثلا في الخليج في الافريق في المغرب، وباغي هو يخدم في الاوروب وما عندوش الفرصه، انا فتحت لي سيرفيس انه يدخل ويخدم ويسكيلي على خاطره في الاوروب. وكيبان لك خويا محمد باللي كون كنتي في المغرب دير هذا النجاح تبارك الله اللي مازال نشوفوك في نجاح كبر منه، ولا كنتي ما تمشيش في الطريق هذه كون بقيتي في المغرب؟ واش المشكل زعما في انك مشيتي لاوروبا ولا المغرب، ولا ما عندهاش علاقه فما كنتي غتقضي غرض؟ انا حسب النظره ديالي لا علاقه الوسط بالنجاح ديالك. النجاح عنده علاقه بالشخص، لانه كاينين الناس مشاو لاوروبا وما داروا والو، كاينين الناس بقاو في المغرب وداروا بزاف ديال الحوايج. وحاجه اخرى هو انه شنو اللي كيخلي الناس اللي تيمشيو لاوروبا مثلا كيبانوا لك تيخدموا وداروا شي حاجه، هو انه تيولي مجبر. انه في المغرب كان حدا والديه حدا عائلته داخل في ديك الكونفيرت زون ديالو، فاش يمشي لوروب تولي مجبر انه خاصو يمشي يخدم، لما خدمش غيبات في الزنقه. هنا داك الشيء هو اللي كيصنع الفرق، انك تمشي لوروب كتولي مجبر محاك انك تخدم، فاش تخدم تاخذ الريزولت. ونفس ديك الخدمه كون جيتي تحكيتي في المغرب وخدمتي غدير الريزولت. غير هو تنصح الشباب انه يخدم بعقله وما يمشيش يبدا يخدم غير بكتافه وصافي. خدم عقلك دابا اغلبيه تخدم فرص كيفاش تدخل لهم. اغلبيه الخدمه دابا اللي غيربحوك بزاف هما اللي بالعقل وتبدع. تبدا فهمتي. الا بقيتي خدام غير ثمن تتبيع الوقت ديالك ما غاديش توصل لشي ريزولت اللي مزيان. عندك اوكي عندك واحد الصالير اللي فيكس، ولكن عمرك غادي تقدر تسكيلي انك تتبيع الوقت، والوقت محدود. خصك تبيع بروداكت، تبيع سيرفيس، تخدم على البيزنس ديالك ولا على بروجي اللي ديالك اللي يبقى يدخل لك. شنو علماتك اوروبا خويا محمد؟ شنو استفدتي من اوروبا؟ شوف اوروبا علمتني بزاف. اوروبا هي المربي الثاني لي خاطر انا المراهقه ديالي دوزتها في الاوروب. علمتني بزاف ديال الحوايج، علمتني الصبر، علمتني نعتمد على راسي، علمتني الناس شنو كيسواو وكيفاش نعرف كل واحد. علمتني بزاف الحوايج يعني كاع زعما كاين داكشي اللي تعلمت في حياتي واللي خدام به دابا تعلمته في الاوروب من خلال التجربه ديالي ومن خلال داكشي اللي دزت منه وانا عايش في الغربه. راه الغربه كما تيقولوا الغربه راه كتعلمك بزاف ديال الحوايج. تنسمعوا تيقول لك بلي الغربه ما بنادم شويه المغاربه ديال الغربه ما يبغيكش تطلع، كيديروا لك عراقيل. واش لاحظتي انت عشتي هادشي ولا عشتي العكس؟ كاين هادشي صراحه. شوف هادشي كاين، ولكن انا ما تنحملش نلعب دور الضحيه. انا بالنسبه للعقليه ديالي وتنصح الشباب عمرك تلعب دور الضحيه. ديما ما عمرك تبقى تقول مثلا هادو ما بغوش لي الخير طيحوني، الوسط ما بغاونيش ندير هذا، الدوله ترد حوايج لحاجات اخرين. ديما كان المشكل راه مشكل منك، حاول كيفاش تحلو، والمشكل من كيفاش تشوف الناس راه واخا يهضروا عليك واخا يديروا اللي داروا، راه ماشي يشدوك يجروك ولا شي حاجه. داكشي كامل كيعتمد عليك انت شخصيا وشنو غادي دير. فوالا دابا انسان انا مصطفى في ايطاليا بغيت نبدا التجاره الالكترونيه، قول لي من الاول باغي نبدا شنو خصني ندير؟ وبغيت نبدا معكم في السيرفيس ديالكم،
باش تسهلوا عليا بغيتي السكيل. تبدا اول حاجه كاينين جوج حوايج، انك تكون ادفانسد مثلا ديجا خدام بغيتي تبدا. انا كنصحك انك تمشي تدخل عندنا roxcod.it تسجل، وغادي يتواصل معك اكونت ماناجر غيوريك كاع لي سيرفيس اللي غادي نقدروا نخدموهم لك باش ان شاء الله تسكيلي البيزنس ديالك، وكنعاونك بالكاش فلو وكنعاونك بزاف د الحوايج. هادشي تقدر تعرف عليه. ثاني حاجه هو انك تكون واحد اللي مازال ما عارف والو على هذا الدومين وناوي انه يتعلم ليه ويخدم. ف اول حاجه خصك دير هي التعلم، وباش تتعلم خصك تبحث على المعلومه. عندك جوج ديال الحاجات، اما تمشي تبحث عليها فابور تقلب عليها في يوتيوب وتتعلم وتاخذ الوقت ديالك، هذه طريقه هي مزيانه. سينو تقدر تدخل تعلم مع شي كورس مثلا معنا في roxecom.com، تقدر تسجل وحنا كنعلموك كنتبعوا معاك حتى كتجيب اول مبيع عليك وتقدر تافونسي ان شاء الله. يعني ما كاينش غير دوره، كاين كالسويفي كاين كتبع معاه. تسويفي دوره في روكس ايكوم تنسويفيو معك، تيكون عندك اكونت ماناجر فين تتسولو، تيكون عندك لي لايف معايا، تيكون عندك كورس فيه كاع الابديت. يعني كواحد يلاه بادي مزيانه ليه، لانه كيمشي تما كيتعلم حتى تياخذ حتى تيعرف الامور فين غادي وكيجيب اول مبيع عليه. دابا تبارك الله بهاد النجاحات اللي غادي بها الحمد لله وهذا الشيء، كتفكر تكمل في ايطاليا تسكيلي تبقى غير تما، ولا كتفكر تدخل حتى المغرب، ولا تدخل المغرب وتستثمر؟ شوف الحمد لله انا حاليا الفكره ديالي هو انني نكبر هذا الستارت اب ديال روكسي اودي ان شاء الله، يولي واحد علاش لا واحد سيرفيس ولا شركه لوجستيه في الاوروب اللي وازنه ومغربيه. انا حاليا عندنا لي اوفيس ديالنا هنا في المغرب، الشركه كرينا هنا في المغرب باش تكون شركه ولا ستارت اب مغربيه اللي خدامه في الاوروب. هذا هو الهدف ديالي، انني نكبرها ان شاء الله ونهزوا ببلادنا بحال شركه مغربيه خدامه لي سيرفيس في الاوروب. فين كاين في المغرب؟ فين البيرو؟ عندنا البيرو حاليا في مراكش، وان شاء الله تنفكروا نفتحوا واحد اخر هنايا في الرباط. في الرباط. مرحبا مرحبا ان شاء الله. ان شاء الله. بزاف ديال الناس خويا محمد كيشوفوا بان التجاره الالكترونيه، كاين اللي تيقول لك راه غير موجه ودايزه راه ما غتبقاش خدامه، واش هي وكاين اللي كيقول عاوتاني راه هي المستقبل. انت الراي ديالك في هذه القضيه شنو كتقول انت في هذا؟ شوف هذه راه حاجه باينه، التجاره الالكترونيه هي المستقبل، وهي اللي غادي عمرها غادي تفنى، لانه شحال هذه كانت التجاره من ديما خدامه على مر على مر العقود والسنين. البيع والشراء خدام وهادشي علاش تيمشي العالم كامل. فالتغير اللي وقع دابا في هذا العصر ديالنا في هذا الجيل هذا هو انه ولا الانترنت ولا كلشي اونلاين تشوفوا اونلاين. سوجت التجاره الالكترونيه انه واحد بلاصه ما يمشي لبلاصه يورديني واحد الحاجه ويشريها، تيقدر يوردينيها اونلاين وتوصلوا حتى للدار. وهذه حاجه عمرها تموت. اللي يقدر يموت هو طريقه اللي تيخدموا بها الناس الاي كوميرس، لي بروداكتس، يعني اللي كيكونوا مثلا هذوك اللي تيجيبوا برودويات الكاليتي ديالهم ريدي او كيبيعوها في السوق. اما الا كنتي داير واحد البراند ودير واحد البرودوي اللي الكاليتي ديالو مزيان وكتبيعو اونلاين، عمره غادي يموت نهائيا. بالعكس غادي تزيد تسكيلي، لان جيل من ورا جيل كيجي جيل اللي تيشري من الانترنت اكثر، من ورا غيجي جيل اللي ما يبقاش يشري نهائيا اوفلاين، غيولي باغي هو يريح يدير الاوردر ديالو ويوصلوا بروداكت. فوالا مع تطور التكنولوجيا دابا كتشوف ما هادشي باين. يعني غير بنادم اللي تيبقى يقول لك غادي يحيد اي كوميرس، هذا راه عنده واحد الفكره غالطه بزاف. فوالا يعني التجاره الالكترونيه كتشوف انت هي المستقبل بكل خلاصه؟ هي المستقبل بكل خلاصه. هي المستقبل، وهي اللي هي غتولي التجاره ديال العصر. يعني الدول دابا ولات بيناتهم تجاره الكترونيه. فوالا يعني كل العالم كامل غادي في هذا الاتجاه هذا. فوالا. وككلمه اخيره خويا محمد باش نختموا بها، توجه للشباب المغربي. شوف الكلمه الحاجه اللي نوجه لهم هو انه سواء كنت في المغرب ولا في الاوروب راه عندك واحد الفرصه. حاول غير تخدم على راسك، حاول تثق في الله وتحدد الاهداف ديالك، بعد من جميع البلاوي، بعد من الحوايج اللي غادي يديوك لواحد الطريق اللي هي خايبه. ما تبقاش تلعب دور الضحيه نهائيا. ما تقولش الدوله ما عطاتنيش، العائله ولا حاجه هكا. ركز في راسك، تعلم سكيلز جداد، بدا خدام، والله اكيد راه غادي يوفقك ان شاء الله. اكيد الله يوفقك ان شاء الله الجميع. الله يوفق الجميع ان شاء الله. اللهم يسير. نهار كبير هذا اللي جيت شكرا خويا مصطفى، مرحبا بك مره اخرى، ونعاودوا نديروها مره اخرى ان شاء الله. اكيد ان شاء الله نديروها في المغرب ونديروها في ايطاليا بودكاست ان شاء الله. علاش لا. مرحبا خويا مصطفى، شكرا. مرحبا على راسك. شكرا على الاستضافه. الله يحفظك ليا خويا مصطفى. شكرا. كانت هذه الحلقه ديالنا مع الضيف ديالنا محمد. كيف ما شفتوا معنا، نتمنى تكونوا استفدتوا منها بزاف وتكون فيها واحد الموتيفاسيون للشباب المغربي، وخاصه الشباب اللي عايشين في اوروبا، باش يعرفوا بان ما كاينش غير الوظيفه، ما كاينش غير الناس اللي كيمشيو حارقين، ما كاينش غير الفلاحه غير كذا، راه غير بماركت بليس وتقدر دير نتائج اللي زوينه. هادشي اللي كاين الخوت. هذه كانت الحلقه الاولى من بودكاست مرتقي تولكس. نشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. ما تنساوش تجيو من الحلقه اللي عجبتكم وسبسكرايب باش يوصلكم البودكاست الثاني ان شاء الله. السلام عليكم.